الفل ومساء الجمال على كل المتابعين اللي عندي والناس الجداد. احب اعرفكم بنفسي، انا حسناء صادق. اهلا بيكم في قناتي، وان شاء الله تشرفوني بالاشتراك في القناه. هتنوروني وهتزودوا البيت الجميل والعيله الصغيره بتاعتنا الجميله في ستات بيوت قدها وقدود. هكلمكم النهارده على حاجه مهمه جدا، وهي ترويق الشقه. ازاي تروقي شقتك بالراحه من غير ما تكركبي الدنيا وتجهدي. ما ينفعش باي حال من الاحوال يا ستات يا جميله ان انا اكركب شقتي كلها راسا على عقب في يوم واحد. اولا ده بيرهقك صحيا جدا جدا جدا. تاني حاجه بيعمل دوشه لزوجك وكمان قلق، ويبقى مش عارف يدخل يطلع، حتى هو لو جاي شغله متاخر وداخل البيت لقى المنظر ده مش حلو خالص ومش كويس ابدا ابدا. بشوف ناس كتير او ستات كتيره جدا بتعمل الحركه دي، يوم واحد بتقلب الشقه كلها راسا على عقب، كله مع بعضه في كل وقت واحد. حتى لو بتجيبي واحده تساعدك برضو ما ينفعش ابدا نعمل كده. وحاولي على قد ما تقدري تعتمدي على نفسك في ترويق بيتك وترويق شقتك، ومحدش يدخل بيتك على قد ما تقدري. لو انت صحيا مش قادره بتجيبي حد يساعدك مفيش مشكله، لكن انت لو ايديكي في البيت كل يوم خلاص مش هتحتاجي حد يساعدك، وهتوفري فلوس كمان. وكمان الشغل ده صحه، الشغل في البيت ده صحه، والله صحه. طيب نعمل ايه؟ المفروض انت يوميا في حاجات ثابته انت بتعمليها. اول ما تصحي من النوم، وخصوصا لو عندك اطفال، ترتيب المخدات، ترتيب الانتريه، المكنسه تشغليها بسرعه، والتلميع بسرعه. دي حاجات ثابته يوميا هتعمليها. انما التنظيف العميق انت بتاخدي جزء كل يوم اوضه، او على قد قدراتك وعلى قد يومك الفاضي ايه. يعني انا مثلا هقول انا النهارده هعمل اوضه ولادي مع التلميعه السريعه اللي انا بلمعها. طول ما ايدك في شقتك كل يوم مش هتحتاجي ابدا ان انت تقلبي الدنيا كده. لكن التنظيف العميق ده اللي احنا بنقول عليه بقى ان احنا بنقلب الاوضه كلها، لكن اوضه ما ينفعش ابدا الشقه كلها. انا همسك اوضه ولادي النهارده هعملها تنظيف تمام التمام، واليوم ده يكون عندك اكل، او تكوني صحيتي بدري وعملتي الاكل وخلصتي الغدا بتاعك وشطبتي مطبخك، تبداي في التنظيف. او تعملي الاوضه بعد ما تخلصوا الغدا، لو انتم من النوع اللي بيتغدى بدري، بعد ما تخلصي الغدا وتنضفي مطبخك وتغسلي مواعينك تمام التمام، تبداي تنضفي. لان لو انت في اوضتك شغاله في اوضه الولاد اللي انت قررت انك تعمليها النهارده وبنضفها وبعملها والمطبخ مكركب، انت دماغك دي هتبقى قد كده، دماغك دي مش هتبقى مرتاحه نفسيا، مش هتبقي مرتاحه، مش هتفرحي ان انت عملتي اوضه الولاد. ليه؟ لان في حاجات تانية مستنياكي، والمطبخ ده اهم حاجه. لو المطبخ نظيف تحس ان البيت كله او الشقه كلها نظيفه. فحاجه من الاتنين، يا اما اليوم ده يكون عندك الغدا وعندك الاكل وهتسخني بس مش هتقفي تطبخي، يا اما بعد ما تطبخي وتخلصي اعملي التنظيف العميق بقى، وابدأي من جوه لبره. يعني مش من جوه لبره في الاوضه، لا في الاوضه، انت في الاوضه نفسها اهي. ابدأي مثلا افتحي الدواليب، نزلي كل اللي فيها، طبق غير المفرش بتاع الدولاب، افرش المفرش تاني وارجع الحاجه جوه الدولاب. بعد كده الادراج، اي ادراج عندك تعمليها. فانا ببدا بالحاجات الداخليه الاول. بعد ما بنضف الادراج وكله هبدا الحيطان، اشوف الحيطان لو محتاجه حاجه تتغسل، حاجه من الولاد كاتبين على الحيطه ايديهم معلمه في حاجه، كبس الكهرباء، الحاجات دي كلها. وهبقول لكم طريقه حلوه قوي لغسيل الحيطان بمنتهى السهوله. لما بتغسلي الحيطان وتعملي الحاجات اللي باينه بتفرق جدا في احساسك بالنظافه. بعد كده بتحاولي تشيلي المرتبه بتاعه السرير والمله اللي هي الخشب دي بتاعه السرير، ومسحي وكنسي تحت السرير كويس جدا جدا، ونضفي تحتيه، ورجعي الحاجات تاني لو انت بتخزني حاجات تحت السرير. وبعد كده في النهايه هبدا بقى اعمل التسريحه، لو عندهم تسريحه اغير الملايات، اعمل الحاجات اللي فوق كلها من على الوش. واخر حاجه انك هتكنسي الاوضه وتمسحيها وتعطريها كده بعطر جميل وبحاجه جميله من عندك. كده خلصت الاوضه. طيب انا خلصت الاوضه في وقت قد ايه؟ اعرف انا باخد وقت قد ايه في كل مكان، علشان لما اجي اشتغل تاني في مكان تاني ابقى عارفه وقتي هاخده ايه. يبقى انا عملت النهارده اوضه الولاد مع التلميعه بتاعت كل يوم. واوعي تكسلي، يعني كل يوم بعد ما بتفطري فطارك كده بمزاج وتشربي المشروب بتاعك بمزاج، تقومي على شقتك على طول تلميعه سريعه، علشان ما تحسيش انك وصلت لمرحله ان الشقه يعني بقت صعبه. ما نتضايقش من الكركبه دي في البيت حاجه جميله ادام فيها اولاد، ربنا يخليهم يا رب ويكركبوا. المهم تكون الدنيا نظيفه.
مش مهم المخدات مش في مكانها، الالعاب ماليه الدنيا، الاوضه بتاعت الولاد الهدوم محطوطه على الكرسي، مش عارف ايه. توتريش نفسك خالص بالحته دي، خالص خالص خالص. المهم ان السجاده اللي مفروشه نظيفه، المهم ان كوبس الكهرباء مش متوسخ، المهم ان الدنيا يعني المكتب بتاعهم والسرير وكله معلهوش تراب. ما تتضايقيش ان الصاله عندك مش مرتبه، الكرسي ده جاي كده، المخدات بتاعه الانتريه معموله كلها معوجه ومتقلبه، اللعب بتاع الولاد في الارض، مش مهم. ده علشان الولاد موجودين في البيت وربنا يخليهم دايما يا رب. لكن ما ينفعش تبقي سايبه البيت مليان تراب، حد يدخل عليكي فجاه يلاقي التراب ده اللي ممكن حد يعلق عليه. الناس اللي بتخاف من تعليق الناس عليها، واحنا عارفين احنا في ناس كده بيدخلوا يدوروا كده على الاخطاء. لا، اهم حاجه ان ما يكونش في تراب باين لعينيكي وانت قاعده، ما يكونش في حيطه مش نظيفه، ما يكونش في كوبس كهرباء مش نظيف، ما يكونش السجاده خلاص من كتر ما هي مش نظيفه بقت ملفته قوي وبدات تعمل ريحه. لا غلط، ما ينفعش الحاجات دي ابدا ان احنا نهملها. لكن البيت مكركب، البيت عامل، ما فيش اي مشكله. يبقى دلوقتي هنتفق على حاجه، مفيش حاجه اسمها اقلب الدنيا كلها قبل العيد. الحكايه دي يا جماعه بصوا نفسي نبطلها، انا عمري في حياتي ما عملتها، عمري في حياتي ما قلت انا هعمل تنظيفه العيد دي. يقول لك لا ما هي عاداتنا وتقاليدنا واحنا بنفرح البيت، ما البيت نظيف على طول. ليه يوم العيد تبقى مرهقه وتعبانه؟ ده عيد يعني تبقي مرتاحه وتبقي صحيا كويسه وتبقي مفرفشه. انت البيت ايديكي فيه على طول، ليه لازمتها ايه قبل العيد بيومين؟ افضل بقى الدنيا كلها مقلوبه. ما انا لو بنظف يوميا وعامله روتين ليا يومي وثابت، اوضه الولاد اعملها كم مره؟ مره في الشهر مثلا التنظيف العميق، واوضتي مره في الشهر التنظيف العميق، عمرها ما هتوصل لمرحله ان انا اكركب الدنيا كده. السجاده اللي مفروشه في الارض دي حاجه مهمه جدا جدا من احساسك بالنظافه. دايما السجاده اللي في الارض لو نظيفه تحسسك ان الدنيا كلها نظيفه، لكن لو هي فيها حاجات كده مش نظيفه بتحسسك كده ان لا المكان كله مش نظيف. حاولي دايما السجاد يكون صغير، حجمه صغير، علشان يبقى سهل قوي ان انت تاخديه وتنضفيه او توديه لحد ينضفهولك في دراي كلين ولا حاجه، ما يكلفكيش كمان كتير وتواظبي ان هو يبقى نضيف على طول. او اسبوعيا بشويه ميه فيهم شويه اريال كده او اي مسحوق عندك وفرشه البلاط، وهتمشي بسرعه على السجاده مره في الاسبوع، مش هتحتاجي تغسليها كتير خالص خالص خالص. فعلشان كده طلع لكم النهارده بلاش موضوع ان انت تقلبي الشقه كلها مره واحده وكله يبقى على مره واحده وتفضلي اسبوع ولا 10 ايام بعديها تعبانه، يا ايدي يا رجلي يا ظهري ما اناش قادره. طب وعلى ايه؟ وصحتك، خدي بالك صحتك، لان ده هيأثر على صحتك في المستقبل. بلاش الناس اللي هي عندها وسواس النظافه اللي هو بقى ايه يعني كل شويه عماله تغسل في الشقه كلها، كل شويه بتغسل في الشقه كلها. بلاش الموضوع ده علشان ده هيرهقك صحيا جدا. خير الامور الوسط، خير الامور الوسط، خلينا وسط في كل حاجه. زي ما اتفقنا هنمسك كل يوم التلميعه بتاعتنا اللي هي كل يوم بنعملها، بتبقي نشيطه كده قايمه بنشاط. الكسل بيجيب كسل والنشاط بيجيب نشاط. لو صحيتي كل يوم قاعده كسلانه ومسكت موبايلك وقعدت بيه على كنبه الانتريه مش هتقومي تشوفي شغلك ولا حالك، وهتيجي نفسك تلاقي الوقت عدى جدا منك، وكل اللي انت قادره تعمليه هي الغداء او لقمه الغداء او الطبيخ بتاع الغداء، هو ده اللي قدرتي تعمليه. لكن سايبه الشقه لا لمعتي ولا شغلتي مكنسه او بالمقشه العاديه ما كنستيش، ما لمعتيش التراب، ما رصتيش كل حاجه في مكانها، اللي هي النص ساعه والساعه اللي بناخدها الصبح دي. كسل بيجيب كسل. قاعده قدام تلفزيون وموبايلات هتضيعك وقتك ومش هتكسبي حاجه. اقعد على موبايلي امتى؟ بعد ما اخلص شغل بيته كله والدنيا كلها تبقى تمام، اقعدي براحتك على الموبايل. نصيحة مني بلاش قلبة الشقة دي كلها مرة واحدة، لا نعمل التنظيف العميق ده لأوضة أوضة، كل يوم أوضة في خلال الشهر، وإن شاء الله بإذن الله يبقى بيتكم كله سعادة وكل فرحة. وباي باي، إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله. تنسوش اللايك 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 يا جماعة، عشان بلاقي ناس بتتفرج كتير قوي ومفيش غير لايكات قليلة قوي. طب ليه يعني؟ سهلة سهلة، ندوس على اللايك كده بمنتهى السهولة، ما فيهاش أي حاجة صعبة، بس ده بيفرق معايا أنا في القناة. هو مش هيفرق معاكم انتوا في حاجة، بس هو بيفرق أنا في فيديوهاتي. لما بلاقي اللايك ده خلى الفيديو ينتشر، ان نفسي بتتفتح على الشغل. لما الاقي طبعا المشاهدات اكتر، اي حد طبيعي بيفرح وبيبقى نفسه يفيد الناس اكتر واكتر كمان. خدي بالك من نفسك، خدي بالك من بيتك، وربنا يسعدكم كلكم يا رب. باي باي.